فإن مجلس قيادة الثورة وقيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الوزراء في اجتماعهم المشترك الذي انعقد هذا اليوم 8 نيسان 2002 قرروا باسم شعب العراق الوفي المؤمن المجاهد الأمين مخبر المعاني العالية وذخيرة وبيرق أمته المجيدة إيقاف تصدير النفط بصورة كلية اعتباراً من بعد ظهر هذا اليوم 8 نيسان عبر الأنابيب المتجهة إلى الميناء التركي على البحر المتوسط وعبر موانئنا في الجنوب ولمدة 30 يوماً ثم ننظر أو حتى تنسحب جيوش الكيان الصهيوني دون قيد أو شرط من الأراضي الفلسطينية